هل قدرتوا تتغلبوا عليها في الفترة الحالية؟ تغلبنا ان احنا هل قدرتوا توصلوا لمواد تبقى جبنا متفق مواد عليها عالميا؟ بيسموها مواد مائية. انا طبعا مش متخصص قوي، انما احنا عملنا حاجتين. ان احنا اولا جبنا كبان رش بطريقه معينه بحيث ان هي تخلي الجو ما يبقاش فيه تلوث في الجو الخارجي. وجبنا مواد مع شركات اللي هي اللي جبناها وجربناها بحيث تبقى بنسميها مواد صديقه البيئه. يعني بحيث تبقى هي على قد ما نقدر، يعني ما وصلناش فيها، بس دي لمرحله الكمال يعني. انما احنا ماشيين في الاجراءات ان احنا بنخفف تاثير المواد او الكيماويات على البيئه. واحنا في سبيلنا برضو مع السياده المحافظ متبني مشروع اللي هو ان احنا بنعمل منطقه للصناعات الحرفيه، هتبقى خاصه بالورش والدهانات. يعني هتبقى خاصه، هتبقى سياده المحافظ متبناها جامد. يعني فيها رقابه محدده ومشدده على المواد المستخدمه. ده كلام مظبوط. عشان كده هنعملها في منطقه معينه عشان يبقى عليها الرقابه، تبقى رقابه يعني باينه وتبقى رقابه حتميه موجوده عليها. طب لو رجعنا لجزئيه مهمه جدا وانا برضو مش عايزه اغفلها، لان طبعا العامل المصري ده المورد الاساسي البشري اللي لازم احنا يعني نحافظ عليه، خاصه العامل المصري الفنان اللي احنا ايديه بنحتاجها وعايزين نرعاه. يعني كان في بعض الاحتجاجات الفئويه الخاصه بالعماله الحرفيين في دمياط حوالين يعني حل الغرفه التجاريه. هل من ضمن هذه المطالبات كان سببها ان غرفه تجاريه متقاعسه عن تقديم الحلول المناسبه للعامل المصري في دمياط؟ طبعا المطالب دي كانت موجوده، وكانت موجوده بكثره وفي كذا يعني طبعا سمعناها كتير وكانت موجوده يعني. عشان بس هقول على حاجه، ان احنا الغرفه بنشتغل مع العامل بكل قوه، مع ان احنا مش منوطين به. يعني احنا مش منوطين بالعامل، بس احنا بنعتبر انتم منوطين بس بالصناعه، بالحركه التجاريه بالحركه التجاريه والصناعيه. انما احنا بنعتبر العامل ده جزء مننا. حتى لو القانون بيقول انما احنا لا، بنشتغل وبنقرب منه، واي مشكله طبيه، اي مشكله، اي حاجه بنساعده في اي شيء. لو عنده مشكله مع صاحب العمل، لان في النهايه صاحب العمل بيتبع لنا، وبالنهايه هو اللي بيدي الانتاج لصاحب العمل. يعني احنا النهارده بنضغط مع العامل لان احنا بنعتبر العامل ده جزء مننا، وعليه ان احنا ساعدنا في اقامه اول نقابه. يعني الغرفه هي اللي انشات اول نقابه للعاملين بالاساس في دمياط. يعني احنا انشانا اول نقابه، ونقابه قويه جدا ماسكها مجموعه محترمه، يعني محترمه. احنا طبعا ليه انشانا النقابه دي؟ عشان نقدر يبقى في تخصصات موجوده، تخصصات بتشتغل وتشتغل بكفاءه، وكل واحد يعني يبقى عارف طريقه، واحنا نتعاون مع بعض بحيث ان احنا نحل لهم مشاكلهم ونشتغل جنبهم. يعني هم شايف ان هم ابتدوا يبذلوا مجهود جامد النقابه دي، وابتدت تفهم العامل. ايه اهم المشكلات اللي كانت بتواجه العمال في الفتره السابقه، وهو طبعا تحكم رجال الاعمال في يعني اصحاب الحرف يعني. تمام. انا بشكل خاص، هل قدرتوا بقدر الامكان ان انتم تعملوا يعني ضوابط للسوق؟ احنا بنحاول نعمل موائمه اللي خلق المشكلات دي كلها. يعني في الفتره اللي فاتت الكساد، يعني الكساد الاقتصادي العام اللي يعم على البلد بالظبط كده، ده اللي خلق نوع من التوتر في العلاقه. يعني الكساد خلق نوع من التوتر في العلاقه بين العامل وصاحب العمل، وبين الغرفه وبين النقابه وبين ده. يعني هو اللي خلق توترات كتيره ما كانتش اصلا موجوده، لان احنا كلنا بنشتغل في منظومه واحده. يعني احنا حتى لو العمال بنعتبرهم جزء مننا، يعني جزء مننا بنشتغل معاهم، بنشتغل مع التجار، وبنشتغل مع، لان احنا عندنا مش مشكلتنا الاساس بس، احنا عندنا مشكله المخابز، مشكله المواد التموينيه في ايام الازمه اللي انت عارفاها ايام 25 يناير، ومشكله البنزين، ومشكله عندنا مشاكل كتير جدا كلها ظهرت. اللي ظهر الكلام ده كله وظهر التوتر وجود حاله الركود. انما باذن الله لما يعني هل ساهم ايضا في حاله الركود بالنسبه للبضاعه المصريه وتحديدا الاساس، صناعه الاساس؟ هل مشكله اغراق البضاعه الصينيه والاساس الصيني في مصر ورخص ثمنه والمفارقه ما بين الصناعه المصريه والصناعه الصينيه من حيث مش بس الجوده ولكن من حيث الشكل، فينيشنج زي ما بيقولوا، احنا عندنا مشكله في الفينيشنج او النهايه الخاصه بالشكل الاساسي. تمام. هل دي من ضمن المشاكل اللي خاصه بالكساد؟
لسعادتك حاجه، احنا كنا مع السيد وزير التجاره الصناعه والتجاره من حوالي 10 ايام، كنا في اجتماع وكان لنا مطالب محدده. احنا كنا يعني انا بما اني كنت بمثل محافظه دمياط، فكان ليا مطالب محدده، منهم نمره واحد ان احنا عايزين وضع مواصفات قياسيه لعمليه الاستيراديه للاساس. يعني النهارده مش ممكن ان انا ادخل منتج صين معمول من مش معمول من خشب، معمول من لدائن ومعمول من حاجات كرتون وحاجات يعني كلها شكليه، واجي النهارده اخليه يبقى منافس لمنتج فيه اخشاب طبيعيه وفي شغل يدوي وشغل، ما ينفعش. لازم النهارده احنا ما بنقولش يمنع الاستيراد، احنا بنقول خلي الحاجه اللي تخش يبقى في كفاءه، في جوده مواصفات، ما بالظبط. تخشش من بحيث من يبقى جوه المينا الا لما يكون في مواصفات معينه الا نمنعها. بالظبط كده. طب ازاي قدرتوا تحلوا الموضوع ده مع وزير الصناعه؟ انا اتكلمت مع السيد الوزير في القصه دي واحنا قاعدين، ووعدني ان هو هيدرسها ويخلصها. يعني ده اللي بنطالبه، احنا ما بنطالبش بالمنع، احنا بالعكس بنحفز المصنعين ان يكون في استيراد مفتوح بحيث ان هو يجود من نفسه. على فكره مش بس اغراق البضاعه الصينيه في صناعه الاساس، ولكن في صناعه الاحذيه، وانا شايفه ان في تراجع في صناعه الاحذيه في دمياط بالرغم انها كانت متميزه في وقت من الاوقات وكانت نمره واحد قبل حتى صناعه الاساس. تمام. طب ما يعني المشكله كبيره، لا تحتاج لوعود فقط ولكن تحتاج لاجتهاد واصرار على حل المشكله في وقت زمني قليل. انا ليا 3 طلبات من وزير الصناعه بحيث لمحافظه دمياط. ال3 طلبات دول جوهريين جدا. ليه؟ احنا في الماضي كانت اتجاه الدوله كلها للصناعات الكبيره عموما، وكل تركيز الدوله على الصناعات الكبيره. النهارده واعد بالنسبه للصناعات الصغيره اللي هي محافظه دمياط تعتبر نموذج للصناعات الصغيره، لابد ان احنا ننميه ونقف جنبه ونكبره. النهارده الدوله كلها كانت في الماضي واقفه مع المصانع الكبيره. المصانع الكبيره دي عارفه طريقها، يعني عارفه هي ماشيه ازاي، عندها الامكانيات والاليات اللي تقدر تخليها تصدر ويسافر ويروح ويجي ويتحرك، يعني مش مستني من الحكومه يعني حاجه. انتوا عايزين تشتغلوا بس وتفكروا ان المنتج يطلع مميز، لكن عايزين الدور والباقي بقى على الوزاره المنوطه بالصناعه مثلا انها تطور وتودي. انا عاوزه يعمل ايه؟ يعمل لي هيئه تنميه للصناعات الصغيره على غرار الهيئه التنميه الصناعيه. تبقى الهيئه دي يتجمع فيها بدل ما اقعد اقول وزاره التنميه الاداريه فيها مش عارف ايه للمشروعات الصغيره، وزاره الصناعه فيها المشروعات الصغيره، وزاره الخارجيه فيها قسم المشروعات الصغيره. كل دول بيشتغلوا، كل واحد بيشتغل في اتجاه لوحده ونايم وما بيعملش حاجه اكتر من هم ناس قاعدين يدوا كلام في كلام. طب ما انا اجمع كل الحاجات دي زي هيئه التنميه الصناعيه. هيئه التنميه الصناعيه كان لها دور ان هي نمت النشاط الصناعي الموجود في البلد زي المناطق الصناعيه والحاجات دي. طب ما انا اعمل للمشروعات الصغيره دي اعمل لها هيئه تنميه صناعيه. انت شايف ان الحل في وجود هيئه مختصه بالمشروعات الصغيره؟ تمام. عشان تبقى هيئه رقابيه وكمان هيئه ممكن مساعده لرفع من شأن هذه الصناعات. هيعرف الفكر بتاع الصانع الكبير اللي عنده مصنع غير الفكر بتاع صاحب الورشه. العلم بتاع ده غير العلم بتاع ده. الطريق التفكير ده مش بتاع ده. انا عايز واحد يبقى يعيش في الفكر بتاع الصانع الصغير وياخد بايده وينميه ويطوره وحاجات زي. استاذ محمد احمد الزيني رئيس غرفه التجاره في دمياط، الحقيقه من اهم المشكلات او الصعوبات اللي كانت بتواجهها صناعه الاساس في دمياط وتحديدا في منافستها العالميه مع صناعات الاساس في الخارج هو التشطيب او الفينيشنج زي ما بيقولوا. يعني ايه اللي عملتوه علشان تواجهوا هذه المشكله، وهل بالفعل تم اجراءات يعني مصيريه لهذه المشكله ولا لا؟ طبعا بخصوص هذا انت ساعتك لمستي موضوع مهم جدا في ان المنتج النهائي يكون على شكل بحيث على جوده عاليه جدا بحيث انه يخلق سوق للمنافسه والبيع. احنا طبعا بنعمل مع تحديث الصناعه بنعمل دورات، هم بيجيبوا خبراء من بره للفينش فبنعمل هنا دورات تدريبيه للعمال اللي بتوع الدهانات والحاجات دي بحيث ان هو يتقن نفس الصناعه دي والمواد
ومع تغيير ده المواد لسه في الخطه المستخدمه. الجديده ولا في خطه لا قديمه؟ لا هو حصل في الخطه يعني كان القديمه في من كام سنه؟ القديمه السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت سنه بس من السنه من السنه يعني اللي فاتت، بس طبعا توقفنا اول السنه دي ما عملناش حاجه. انما من إحنا بعد لسه- الثوره. من بعد الثوره، انما احنا بادين فيها. وبعدين كان عندنا السفير الايطالي من حوالي يومين، وكان سياده المحافظ موجود، وطلبنا منه حاجتين مهمين جدا. ان احنا يكون يبعت لنا خبراء للتصميم. عاوزين يعني نغير شكل التصميم بتاع الخامه نفسه، التصميم والحاجات دي، والفينش النهائي، طريقه الفينش النهائي. ليه ما بيتمش من خلال الاتفاقات التجاريه الكتيره اللي عندنا في مصر، سواء اتفاقيه تجاريه ما بيننا وما بين الصين، اتفاقيه تجاريه ما بيننا وما بين تركيا، وكانت لسه مبرمه من شهور بسيطه جدا لما اردوغان كان في مصر. ليه ما بيتمش التواصل ما بين العامل المصري والعامل الاوروبي او العامل المتطور في اي جهه من الجهات، ويروحوا للبلاد دي على ارض الواقع ويشوفوا الصناعه ويشوفوا المصانع ويشوفوا كيفيه وصول العامل الاوروبي المتطور لادوات التحديث الصناعيه والحرفيه؟ ليه ما بيقدروش يسافروا؟ الكلام اللي سعادتك بتقولي كلام جميل جدا جدا وكلام مهم قوي، بس فين الجهه المسؤوله؟ فين التمويل؟ فين الجهه المسؤوله؟ وزاره القوى العامله عندها صندوق خاص بتدريب العمال. لا نعلم. بصي عايز اقول لك على حاجه. وزاره الصناعه المنوطه بتحديث كل الحرفيين. الجهات دي بتشتغل من الناحيه التمويليه بطريقتها، وبعيد كل البعد عن المحافظات. المحافظات ما بتستفادش حاجه، لا من القوى العامله، ولا بتستفاد حاجه من وزاره الصناعه كفلوس، ولا في موارد بتيجي للعامل، ولا بتيجي للصانع. مفيش بينكم رابطه ولا صله ما بين وزاره الصناعه ووزاره القوى العامله؟ الرابطه المفروض الاتحاد او الاداره اللي موجوده، بس مفيش الرابطه اتحاد الصناعات؟ لا الاتحاد الغرف التجاريه. اتحاد الغرف التجاريه. مفيش الخط الشرياني المالي او الخط التمويلي لبرنامج واضح. دي المشكله الاساسيه اللي بتواجهكم في الفتره دي لتحديث صناعه الاساس في دمياط. الصناعات الصغيره تائهه وضائعه بين في مصر عموما. مش هينمي مصر ويخرج مصر من ازمتها الا الاهتمام بالصناعات الصغيره. لابد من انشاء هيئه لتنميه الصناعات الصغيره على غرار هيئه التنميه الصناعيه. يعني ده مطلب اساسي وضروري في الوقت الحالي. اذا كنت عايزه تنمي حاجه، اذا كنت عايزه تكبريها، اذا كنت عايزه تدي لها الرؤيه المظبوطه وتوجهيها، انما بالطريقه اللي انت ماشيه بيها او اللي انتم ماشيين بيها، الطريقه العشوائيه. يعني العشوائية عندنا فنانين لكن مش منضبطين في قواعد. كل واحد ماشي في طريق شكل، مفيش تجميع، مفيش فكر، مفيش واحد بيخطط للناس دي ازاي ياخد بايدها ويقول لها ده في مكنه معينه نجيبها لك ونجيب لك من التقسيط ونعمل. طب في كليه فنون تطبيقيه ليها فرع هنا ولسه يمكن شايفاه احنا بنصور جنبها، هل ما اضافتش كتير لتدريب الفني المصري؟ كليه الفنون التطبيقيه اللي موجوده في دمياط زي المدرسه الابتدائيه اللي جنب بيتك، محدش عارف عنها حاجه ولا بتخدم مجتمع. انتوا بحثوا كغرفه تجاريه، انتوا بتحثوا على المصادر. رحنا كتير، رحنا وحاولنا معاهم ان احنا نخلق نوع من ان هم يكون لهم تواجد. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على التصميم وبنتكلم على الفينش وبنتكلم على الدورات دي. مين الاولى ان هم يتولى هذا الكلام؟ ومش لازم احنا نطلب. يعني هم النهارده مش شرط ان احنا نجري وراهم ويعني يبقى لنا طلبات، انما هم النهارده انا في رايي انا كناس متواجدين في المجتمع لازم يبقى لهم دور ايجابي. هيبقى له دور ايجابي ازاي؟ اذا كان هو لازم يوضع خطته ويعرضها على الناس، لازم هو يتحرك مع العامل. سؤال مهم، انا عارفه ان الغرفه التجاريه بس مش منوطه بصناعه الاساس، ولكن هو صناعه الاساس خدت منا جزء كبير جدا في اللقاء على اعتبار ان دي افضل واهم صناعه في دمياط وفي مصر تحديدا يعني. لكن في بعض الصناعات يعني اللي بعضها تراجع وبعضها موجود، زي مثلا صناعه الاحذيه. انتوا كغرفه في ظل اللي احنا عندنا كساد اقتصادي في مرحله صعبه، زي ما بنقول ان احنا يعني لابد ان نخرج من عنق الزجاجه من خلال تنميه المشروعات الصغيره المتوسطه والصغيره ايضا. طيب هتعملوا ايه علشان ترجعوا تاني عوده مره اخرى لصناعه الاحذيه اللي كانت موجوده عندكم وعندها بوادر، او كان عندكم بوادر صناعات اخرى موجوده بجانب هذه الصناعات اللي هي تكميليه للاساس؟ هتعملوا ايه في الفتره الحاليه؟ سعادتك بالنسبه لصناعه الاحذيه، احنا ليه صناعه الاساس في دمياط
استمرت وتطورت وبقت قويه جدا، لانها مهنه الناس تورثوها مع بعض، يعني كان في وراثه وكان العائد بتاعها مجزي، فكل واحد ابتدى يأهل اسرته انها تمارس نفس العمل. يعني حتى لو هو خريج جامعه، انت لو رحت ورش كتير هتلاقيهم خريجين تجاره، هندسه، في طب دكاتره متخرجين من الطب بيمارسوا مهنه النجاره وتجاره الاساس. لما لقوا فيها العائد وفيها الربح، كل واحد ابتدى يعني يبث او يخلق في الجيل بتاعه او الحاجات دي حب المهنه دي ويحفظها له. فعشان كده صناعه الاحذيه اللي كانت في دمياط ما كانش فيها ميكنه، كانت عباره عن صناعه يدويه برضه. يعني الاحذيه في دمياط كانت صناعه يدويه، هي القديمه قوي ايام الاسكافي بقى. اي بالظبط بالظبط. لا كانت صناعه يدويه، ومشهور بقى دمياط، المحلات كله دمياط دي كانت صناعه كلها، الورش كلها كانت ورش يدويه، مش ميكنه زي موجود دلوقتي. ودي كانت جزمه يعني حذاء متين يعني. سعادتك ما حصلش فيها لان تطوير او تحديث. لا مش تطوير، ما حصلش فيها توارث. ليه ما حصلش فيها توارث؟ عشان عائدها اقل. عائدها اقل وابتدت الناس دي الحاله الماديه بتاعهم تتراجع، فاصبح ان كل واحد بيخاف على اولاده ان هو يدخله هندسه الصنعه، فاندثرت الصنعه دي في دمياط. وبعدين صناعه الاحذيه النهارده ما عادش ينفع انها تشتغل يدوي، بقت كلها ميكنه، مصانع كبيره وحاجات زي كده خرجت من دمياط. عموما احنا بنشكر حضرتك على هذا اللقاء، واستخلصنا ان في مجموعه من المشاكل، يعني اوعدك من خلال برنامجنا علشان بكره اللي احنا هنبقى منبر هذه المشكلات ونوصلها لوزير الصناعه ووزير القوى العامه. انا عايزك تساعديني في انشاء الهيئه دي وتبقى مختصه بدمياط، بحيث ان احنا نقدر ننمي هذا المجتمع اللي هو الصاعد. انا بشكرك، وباذن الله هيتم المساعده، وباذن الله في وقت قريب يبقى في هيئه لتنميه المشروعات الصغيره في مصر. شكرا.